اهلا بيكم في قناتنا المتجدده دايما حكايات وبنعيشها. لو اول مره بتشوفيني ما تنسينيش تنوريني بكومنت ولايك جميل منك علشان يوصلك مني كل جديد. موضوع حلقه النهارده موضوع مهم جدا، موضوع في الجون زي ما بيقولوا. الموضوع بتاعنا عن التوفير. التوفير بمعنى ايه؟ التوفير من مصروف البيت. انا ولا بشتغل ولا عندي دخل ولا عندي اي حاجه غير مصروف البيت، وانا ست عايزه اوفر وعايزه اجيب الحاجات اللي نفسي فيها. يبقى هنعمل ايه؟ يبقى هنبدا التعليمات اللي احنا هنقولها النهارده. هنقول حاجات كده بره الصندوق. قبل ما نبدا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. دعوه حلوه لاختكم زينب كده بصلاح الحال. ربنا يا رب يصلح حالنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. طيب، اول حاجه في التوفير واول بند كده في التوفير، واول ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم بناخد المصروف بتاعنا. اول حاجه الورقه والقلم. الورقه والقلم بمعنى ان انا مش يبقى معايا ورقه وقلم اكتب فيهم كلمتين واكتب فيهم البنود بتاعتي واخد الورقه بعد كده اقطعها وارميها. لا، الورقه والقلم يعني اجنده، كراسه تكون معايا زي كراسه الاولاد كده بتاعت المدرسه. كراسه جميله كده محترمه، كل شهر اكتب فيها كل تفصيله انا هعملها. انا دلوقتي خدت المصروف بتاعي، هعمل ايه؟ هشوف البنود اللي عليا. لو انا ملزمه بايجار، ملزمه بميه، ملزمه بدروس مدارس، ملزمه بادويه بجيبها، ملزمه باي حاجه انا بعملها، هجيبها هي اول حاجه. وبعد كده هشوف اتفضى معايا ايه. المبلغ اللي هيتفضى معايا مثلا 3000 جنيه بعد ما انا خلصت اللي ورايا ودفعته. وعلشان مثلا ابقى مرتاحه كل شهر ما كومش حاجه للشهر اللي من وراه، واقول المره دي انا هدفع ميه يبقى المره الجايه عليا وصلين نور، لا المره الجايه لما هيبقى عليا وصلين نور هبقى الحياه متأزمه معايا. يبقى انا ادفع كله مع بعضه كده، كل حاجه الاولى باولتها كده كل شهر مع بعضيها. هتبص تلاقي الدنيا معايا بقت الحمد لله على قدر الاستطاع، اللي هيبقى معايا هو اللي انا هقدر اعيش بيه. اتفضل معايا 3000 جنيه، هعمل ايه؟ هاخد حاجة منهم بسيطة، هقول 500 جنيه، لا كتير عليا 500 جنيه. عشان امشي ب2000 ونص لا كتير. انا بديكي كمثال، مصروفي غير مصروفي غير مصروف اختك غير مصروف اي حد، فكل واحدة هنا على حسب ظروفها. انا هديكي مثال علشان تقدري تحلي المسألة اللي بعدها، فلازم تعرفي المثال عشان خاطر تتعلمي. فهنقول 3000 جنيه، هشيل منهم 500 جنيه، لا كتير عليا. في غيرك يقدر يشيل ال 500 يبقى نشيل ال 500. انا مثلا ما اقدرش اشيل ال 500، هشيل 250 جنيه كل شهر. يبقى قبل ما مدي ايدي واقول انا بندي كام 1 2 3، لا انا خلصت اللي عليا الاساسي ولسه هدخل بقى على الاكل والشرب، فشلت 250 جنيه. هيعملوا ايه؟ هصرف منهم كل شهر ال 250 جنيه هجيب طلباتي؟ لا، انا هشيلهم وهفتحها كل سنه. احنا مثلا لسه خارجين من شهر رمضان وخرجنا من العيد، فهنبدا من اول الشهر. ليه هنبدا من اول الشهر؟ تاني حاجه انا هقول لك ليه. علشان خاطر انا عايزه مثلا دلوقتي يكون عندي اساس احوش عليه، مش ان انا بحوش كده وخلاص. في واحده شقتها متبيضه وشقتها متظبطه وشقتها فيها كل حاجه بس نفسها تجيب دهب، هتبدا كل سنه تجيب ولو حاجه بسيطه، ولو حاجه بسيطه. لو انا هشيل 300 جنيه كل شهر او 250 جنيه هيعملوا 3600 جنيه في السنه. ال 3600 جنيه دول انا ممكن اجيب حلق جرام بسيط، ممكن اجيب جرام واحد بسيط، جرام، ممكن اجيب لعبه جرام السنه دي على السنه اللي من وراها على جمعيه، مش هتلاقي نفسي انا شايله حاجه دهب. طيب دلوقتي انا مثلا مش عايزه اجيب حاجه دهب، انا عايزه في حاجات انا محرومه منها، وانا زي ما قلت واحده ولا بشتغل ولا بيدخل لي باب رزق تاني غير مصروفي، وعايزه ابقى زي الستات، عايزه اعمل حاجات كويسه في حياتي، مش عارفه اعمل ايه. دلوقتي مثلا انا عايزه ابيض شقتي، هكتفي بالصاله. هقول لا انا مثلا على قبل رمضان هكون مبيضه الصاله، انا حوشت اهو 3600 جنيه، فهبدا ان انا مثلا عايزه اجيب حافظات للصاله، عايزه اجيب حافظات للشقه، عايزه اجيب فرش للركنه، انا نفسي اجدد الركنه بتاعتي، انا نفسي اجيب ستاير جديده، انا عايزه اخد اوضه النوم بتاعتي دي عايزه اغير منها حاجات، انا عايزه مثلا اظبط المراتب بتاعت السرير، عايزه اظبط مخدات السرير بتاعتي، عايزه اغيرها، الملايات بتاعتي كلها حاسه انها ادمت،
عايزه اجيب ملايات جديده وفوط، فهعمل ايه؟ هبدا التحويش علشان خاطر باذن الله على بدايه السنه، خلصت السنه هبدا بقى ان انا اجيب فرش مثلا، هجيب ملايات وهجيب كام فوطه، ويبقى انا كده عندي ملايات وعندي فوط. وطلعت السنه دي الحمد لله من التحويش بكده، طلعت السنه دي بالحفظات، طلعت السنه دي كان عاجبني مثلا طقم عشا كويس، طقم حاجات للمطبخ. فانا كده الجزء اللي انا حوشته قدرت ان انا اجيب بيه الحاجه بتاعتي. طيب هنيجي هنا، انا يا ستي ما باخدش مصروف بالشهر، انا باخد مصروف باليوم، باخد مثلا 150 جنيه في اليوم. طب احوش ازاي؟ انا باخد 150 جنيه في اليوم، مش هقولك شيلي 20 جنيه، هقولك شيلي 10 جنيه وخلي معاكي ال 140 جنيه اللي خلاكي مشاكي بال 150 يمشيكي بال 140، هتلاقي نفسك شلتي ال 300 جنيه كل اخر شهر. يبقى انا كده بالشهر مشيت حوشت، باليوم برضو حوشت. طب انا مش هقدر اشيل 10 جنيه، هقولك شيلي 5 جنيه. اول مره شيلي 5 جنيه، شهر كامل هتلاقي نفسك معاكي 150 جنيه، اخر السنه هتلاقي معاكي 1800 جنيه. وانتي من تاني شهر بتشيلي ال5 جنيه هتبص تلاقي نفسك حوشتي ال10 جنيه، ما حوشتيش 5 جنيه. هتلاقي نفسك اتعودتي، حبيتي الموضوع. لا انا شايله 150 جنيه، الشهر الجاي هشيل 200، لا الشهر الجاي 250، لغايه ما اوصل لل 300 جنيه اللي ماشيه باليوم. طب هنيجي هنا بقى بنود، علشان خاطر احنا عايزين بعد ما شلنا ال 200 300 جنيه كل شهر من المبلغ، عايزين نقدر نمشي بالمبلغ ده. ايه هي البنود اللي هتخليني اقدر امشي بالمبلغ ده؟ ازاي بقى ابقى ست جدعه 100 اعمل اساس في البيت ان انا خلاص حافز امشي بيه، وان انا اعلم كمان الستات اللي حواليا. لما اقعد كده في مجلس كده في ستات اقول لهم انا بعمل بنود 1 2 3 يا جماعه، بوفر ومشي معايا الموضوع، وعلى اساسه انتوا كمان تتعلموا. اول حاجه علشان خاطر ابدا اوفر حاجه، هجيب الورقه والقلم بتوعي الحلوين اللي انا ما بستغناش عنهم قبل ما انزل واعمل جرد في بيتي واقول اشوف ايه اللي ناقصني. اول حاجه هجيب مثلا فرختين في الشهر، الفرخه بنقطعها على 4 قطع بتكفينا هنقول وجبه، ونجيب فرخه كمان هنقطعها 4 قطع، يبقى انا كده معايا وجبتين. هجيب كيلو لحمه مفرومه، هجيب كيلو لحمه مفرومه، الكيلو لحمه مفرومه هيعمل معايا 4 وجبات. هخلي كل كيلو كل وجبه ربع كيلو، 250 جرام هيكفوني. هيكفوني. لما اعمل كيس كفته الربع كيلو، هحط مثلا البقدونس بتاعي، عودين بقدونس والبصلايه والتوابل ومعلقه البقسماط، في ناس بتجيب رغيف مبلول وتعمله وبتعمل كفته جميله وتعمل جنبها مكرونه محمره، تعمل جنبها بطاطس، تعمل جنبها رز اصفر، ايا كانت الاكله بتاعتها. هتعملي الاكله التانية بشاميل، هتعملي كوسه باللحمه المفرومه، هتعمليها مثلا كفته برز، زي ما هتكون، وهتكوني 4 اكلات لحوم جميله جدا. اللحمه المفرومه يا جماعه سند وظهر في قلب الفريزر، بتنفع معاكي وبترمي معاكي. ناس كتيره بتعمل مكرونه اسباجيتي وتعمل قلب اللحمه المفرومه في الصلصه كده وتحطها تقلبهم على بعض، وبعد كده بتطلع يعني طبق صلصه كده باللحمه المفرومه تغمسه كده معاه، بتبقى الاكله جميله في منتهى الجمال. تعملي بطاطس جنبيها، تعملي بتنجان مخلل، وبتبقى غدوه جميله. يبقى انا كده عملت 4 وجبات من اللحمه المفرومه، وعملت وجبتين من الفراخ. هنيجي هنا للبانيه. البانيه عندي، انا عندي كيلو من البانيه، يبقى انا جبت فرختين وجبت كيلو من البانيه وجبت كيلو من اللحمه المفرومه. طب الكيلو البانيه انا هوزعه 4 اكلات، من كيلو بانيه هعمل 4 اكلات، ده انا اسره كبيره، انت بتتكلمي ازاي؟ هقول لك نص كيلو من البانيه انا هعمله مثلا بانيه ومكرونه، الاكله العاديه بتاعتنا. طب انا هاجي للنص التاني، النص التاني انا هوظفه اكلتين، هقطعه كده شرايح رفيعه، ربع كيلو وربع كيلو. الربع كيلو ده انا ممكن اعمل منه مكرونه بشاميل، اعمل الخلطه الجميله بتاعتي، فلفل الوان وزيتون وبصلايه مفرومه، وانزل كده الربع كيلو الفراخ والتوابل بتاعتي والبشاميل والمكرونه، وعملت صينيه مكرونه محترمه. عندي شويه مخلل طلعتهم ولا حاجه، نص كيلو بطاطس عملتهم شيبسي، عملت اكله جميله من الربع كيلو البانيه. جربي التوفير.
هقول لك على حاجه، انت دلوقتي بتتكلمي انا ازاي اوفر، انا ما اجيبلكيش فكره من هنا واجيب لك فكره من هنا واجيب لك فكره من هنا، وانت كل فكره تسدديها تقولي لا 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 اصلي مش هينفع، والله ما هيكفوني، والله ما هعرف، والله لا لا لا. ربع كيلو بانيه ايه اللي انا اعمل بيه صينيه فراخ، صينيه مكرونه؟ طب يا ستي جربي، يا ستي جربي عشان انت عايزه توفري. انا بكلم اللي مصروفهم قد كده، اللي مصروفهم عايزين يقدروا يعيشوا، وبكلم برضو ان الحياة مش اكل وشرب بس، ما في متطلبات احنا عايزين نشتريها، ودلوقتي احنا ما معناش غير مصروفنا، طب نعمل ايه؟ يبقى احنا نشغل دماغنا مننا، نمسك العصاية من النص، نقدر نشيل قرش نجيب طلباتنا عشان ما نتخنقش، ويبقى شكلنا شيك قدام الناس، يبقى بيتنا محترم، يبقى احنا كمان لبسنا كويس، نقدر نشيل قرش، نقدر نخلي قرش للزمن، كل واحد بيصنف القرش اللي بيشيله حسب اللي هو عايزه. فيبقى لما نجيب افكار للاكل، افكار للعيشه، يبقى لازم احنا نتبعها ولازم نجربها، ما نبقاش سطحيين ناخد الموضوع من فوق الوش ونقول لا احنا مش هنعمله. يبقى احنا كده عملنا الفراخ زي ما قلنا، نيجي للربع كيلو التاني هقطعه برده رفيع كده، اعمل صينيه جلاش نفس الخلطه اللي انا عملتها، هجيب مثلا واحده جلاش واعمل خلطه جلاش كده جميله، اعمل صينيه جلاش محترمه، واعمل رز اصفر جميل وجنبه شويه مخلل، والدنيا بقت تمام معايا، وعملت غدوه جميله. يبقى انا كده عندي 10 اكلات، 10 اكلات لحوم. هنيجي للبند اللي بعده ازاي اوفر، انا كده عندي 10 اكلات لحوم، طب انا عندي 20 يوم اعمل بيهم ايه؟ كلامي الطبيعي التقليدي اكلي مسقعه وكشري، ماشي عملت المسقعه والكشري، طب وبعدين؟ الشوربه بتاعت الفراخ انا لازم اربطها في الفريزر كده في حبه كيس، احط كده الشوربه في كيس واربطهم في الفريزر واشيلهم. هاخد الكيس الشوربه اللي انا شايلاها، لازم احتفظ بالشوربه. هعمل ايه؟ هعمل حله محشي صغيره واسقيها بالشوربه اللي انا عاملاها، طبق ملوخيه معاه بالشوربه اللي عندي، يبقى انا عملت حله محشي حلو، طبق ملوخيه، طبق لسان عصفور، واتغديت. عملت صينيه بطاطس جميله وشويه رز بشعريه، ومن الشوربه اللي عندي عملت ملوخيه واتغديت. عودي ولادك ان الاكل مش لازم يكون فيه لحوم وفيه فراخ، لا انا ممكن اطبخ، انا ممكن اجيب ربع كيلو لوبيا واعمل رز بشعريه وجنبه بتنجان مخلل واتغديت. هنا حاجه تانية لازم تشتريها مع اللحوم، الفراخ والبانيه واللحمه المفرومه. وخدي بالك انا الشهر ده مثلا اشتريت بانيه، انا ممكن ابدله الشهر الجاي بكيلو ب 2 كيلو سمك، انا ممكن يعني السمك ب 98، انا ممكن اجيب 2 كيلو هيدخلوا لهم في حدود ال 200 جنيه هم الكيلو البانيه، يعني انا ممكن اغير ده باغير ده، انا ممكن اغير بكيلو الا ربع لحمه مكعبات، انا ممكن ابدل البانيه، ممكن العب معاه شويه، لو انا ولادي بيحبوا البانيه يبقى اجيب فرخه وفرخه تانية، بحق الفرخه التانية انا ممكن ال 200 جنيه اعمل بيهم حاجه تانية، انا اوظف اللي احنا بنحبه، مش ناخد الكلام بالنص، لا انا بقول لك افكار وانت تحاولي تبدلي الحاجه اللي عايزه تبدليها. عايزه اقول لك ان احنا لما نيجي نعمل الاكل بتاعنا نحاول نصنف، يعني مثلا انا اطبخ بطاطس مكعبات واعمل طبق رز واحده وواحده وجنبه طبق بتنجان مخلل واتغديت. هي دي الفكره. كانت زمان امي الله يرحمها تقول ايه؟ اللي عنده بطاطس عنده رزق. انا البطاطس ما اقطعهاش من التلاجة، ليه؟ انا ممكن اصحى الصبح اجيب كام واحده بطاطس كده اقشرهم واحمرهم واعمل سندوتشات لاولادي، ولو عندي طماطميه اقطعهم واحط لهم فيهم طماطم مكعبات كده، واقدم لكل واحد سندوتشين يفطروا، هتنفع معايا وهترمي معايا. البتنجان الرومي، انا لو جه عليا وقت وجعت بالليل اطلع بتنجانيه اقطعها، ودايما تقشري بتنجانيه وترشي عليها شويه ملح وحطيها في التلاجة تبقى عندك، ليه؟ عشان ما تشربش زيت، عشان لما تيجي تعوزيها ما تقطعهاش في ساعتها وتقليها هتشرب معاكي زيت، يبقى انت كده ما بتوفريش، ما يكلت لك الزيت. يبقى انا لما ارش عليها شويه ملح واحط طبق تحتيها كده وهي في مصفى صغيره واحطها في التلاجة، هعمل ايه؟ هاجي مثلا جعانه بالليل طلعت بتنجانتين قليتهم وشويه ملح وكمون ونمت واتعشيت والدنيا تمام، محدش يعرف عني حاجه، محدش يسالني في حاجه، محدش ليه دعوه بيا، انا كلت ديك رومي كلت بتنجان مقلي انا حره.
صحيت الصبح حمرت بطاطستين وواحده بتنجان وفطرت والحمد لله. هتغدى النهارده نفس ما بقول كده فالحمد لله. فالبطاطس والبتنجان ما يتقطعوش من عندك. انا طبعا واحده بحب مثلا المكرونات، وهنيجي هنا للطلبات. هنجيب مثلا المكرونه، انا بحب المكرونات اكتر من الرز، يبقى انا هزود المكرونه عن الرز. والنقطه المهمه للتوفير اني اجيب الحاجه سايبه، يعني ما اجيبش الحاجه اكياس. يعني ما اجيبش مثلا المكرونات اكياس، اجيب التوابل مغلفه، اجيب ده لا ما ينفعش. انا عايزه اجيب الحاجه سايبه. يعني انا مثلا لما بجيب كيسين مكرونه، الكيس 350 جرام، فبجيب الكيسين 750 جرام. طب لا، ما انا اجيب كيلو مكرونه على بعض احسن. يجي هنا برضو الحاجه المهمه اللي ما تستغنيش عنها، زي ما قلنا اللحمه المفرومه ما نستغناش عنها، الحاجات نجيبها سايبه. البتنجان والبطاطس ما استغناش عنهم. هنيجي لطبق البيض. طبق البيض انا ممكن اشتريه دلوقتي سعره عامل 165 جنيه، وطبعا من مناطق لمناطق بيبقى مختلف. طبق البيض ده انا ممكن اعمل منه وجبات كتير. هعمل من البيض وجبات، هعمل منه شكشوكه واكتر الخضار بتاعه، هعمل مكرونه بالبيض، هعمل بطاطس مهروسه وعليها عليها بيض مسلوق. البطاطس المهروسه الاولاد كلها بتحبها. لو انا عملت بيض مسلوق قطعتها عليها وعملت بطاطس مهروسه، حمرت شويه مكرونه وشويه سلطه خضراء، انا عملت غدا جميل. انا اقصد اقول لك ان الاكل اللي ما فيهوش لحوم ولا فراخ، ان القصه مش قصه مسقعه وكشري، القصه مش قصه الاكلتين دول، القصه قصه اكلات كتيره، اكلات كتيره توفير. انا ممكن اقدر اطلعها واوفر منها. مش هوفر ان انا احوش اكتر من كده، لا، احنا قلنا هنحوش حاجه ماديه بسيطه، بس من البسيط ده مع الفترات هقدر احقق الحاجه اللي انا عايزاها بدون ما اتخنق. طب هنيجي هنا لصلصه المكرونه دي، انا ما استغناش عنها. لو ولادي بيحبوا المكرونه يبقى انا دايما ابقى عامله صلصه المكرونه جاهزه، شويه الزيت والبصلايه المبشوره مع التوابل، فص الثوم، عملت صلصه مكرونه 3 كيلو 4 كيلو على حسب ما انت هتنزلي تجيبي شروه الطماطم وتعمليها جاهزه عندك، عبيها في اكياس وتشيليها. عيل مثلا جاع يا ستش منك بالليل، اطلع كوبايه مكرونه كده، ما انا جايباها بقى عندي سايبه، اخد على قد مقدار مثلا ما هعمل وشويه صلصه، عملت مكرونه. بدل ما هبعت اجيب بقى عشا، اجيب فينو واجيب جبن ومش عارف، واقول المصروف راح فين، اقول المصروف راح فين، اقول الدنيا بتخرب عندي ليه. لا، انا اطلع شويه مكرونه وحمر حبه بطاطس من اللي انا جايباهم، والدنيا معايا هتبدا تمشي. انا اعود بيتي واعود ولادي واعود نفسي. انا ما ينفعش ان جوزي يديني 7 8000 جنيه واعمل له مكرونه وبطاطس، لا، انا بعمل كده على قد ما انا معايا 3 معايا 2، على قد 2000 على قد 3 على قد 4 اللي معايا. برضو المبالغ دي ما بتبقاش كبيره، بس ازاي ان انا اقدر اكون ملمه باني انا اقدر اعيش، اقدر استمر. حاجه جميله مهمه جدا مش لازم تعمليها، يعني دي الحاجه دي لازم تبعدي عنها. نزولك كل يوم، انا هنزل اجيب طلباتي واجيب حاجتي علشان خاطر نزولي كل يوم ده بيخرب الدنيا. انا نازله النهارده، نازله ليه؟ نازله يا ست ابص في الاسواق كده واشوف. لا، انا لو هجيب كيلو قوطه فاضل لي ولا حاجه، انا ممكن ابعت بنتي تجيبه وانا ما انزلش، اجيب القوطه من تحت البيت وامشي الدنيا ما اروحش بعيد. البند اللي بعده المحلات ام 2.5 دي تبعدي عنها. تبعدي عنها ليه؟ لان انت هتدخلي هتلمي من هنا وتلمي من هنا وتلمي من هنا، هتلاقي نفسك صرفتي 200 250 جنيه. طب انا اصلا في حاجات انا ما كنتش عايزاها، البتاعه دي كوتي كوتي موتي موتي، جيب 3 جيب 5 جيب 10، هتبص تلاقي نفسك الباسكت اللي بيديهولك ده مليتيه بقى 250 جنيه 300 جنيه. ايه ده؟ انا ما كنتش عايزه كده، يا لهوي، ده انا نزلت النهارده غرمت في ال 300 جنيه دول. طب ما انت اللي عملتي كده. المحل ده بالذات تبعدي عنه، مالكيش دعوه بيه. انت لا عايزه حاجات صغننه ولا حمل الكلام ده ولا اي حاجه من دي، فالموضوع ده تبعدي عنه. موضوع النزول عمال على بطال ده انا ابعد عنه. انا ممكن اكون نازله اتمشى ساعه كل يوم بس بعيدا عن الاسواق، امشي في طريق غير طريق السوق. ده لو انا عايزه انزل اتمشى كل يوم عشان افك عن نفسي شويه وامرن عضلات جسمي. لما هجيب الفراخ وهجيب البانيه وهجيب كل حاجه وهبدا ان انا اوضبها يوم او يومين. يعني انا جيت النهارده مثلا رحت السوق وجيت روقت الشقه، مش هعمل حاجه. تاني يوم هطلع الحاجه اللي انا جبتها وابدا اصبع الكفته، الكيس اللي انا عملته والكيس التاني اعصج اللحمه ودقيت الكفته ابدا ان انا اصبعها.
ظبطت الدنيا. عندي كيس ربع كيلو لحمه مفرومه، ففرمت عليه بصل وفلفل اخضر وتوابل وعملته حواوشي كده 4 ترغيفه ولا حاجه من ربع كيلو. من ربع كيلو انا ممكن ربع كيلو اضيف عليه نص كيلو بصل، والبصل كله فوايد. مش هقول لا انا هعمل البصل، لا هفرمه ناعم، الاولاد مش هتحس بيه. هفرم 4 5 بصلات كده على ربع كيلو لحمه مفرومه وقرنين فلفل كده والتوابل، وهظبط الدنيا وهعمل كام رغيف حواوشي. هيعملوا لي 4 ترغيفه 5 ترغيفه من اللي هم الصغيرين، وحمر كيس مكرونه جنبيهم وشويه بتنجان مخلل، والدنيا بقت تمام. واتغديت والحمد لله. يبقى انا كده ظبطت الحاجه اللي عندي في الفريزر. ابدا بقى ان انا كل يوم اصحى من النوم الاقي حاجتي متظبطه، القوطه متصلصله، الحاجه عندي في التلاجة، الحاجه بقيتها في الفريزر، توابلي عندي، حاجتي عندي، بيتي يبقى رايق. فوفرت بدل ما اقف ساعتين 3 في المطبخ اقف نص ساعه. طب انا هستفاد ايه؟ هقول لك هتستفادي ايه. راحه جسمك، روقان بالك. روقان بالي ان انا اقدر اخطط لحياتي. انا واحده رايقه، انا واحده همسك فنجان القهوه بتاعي وهقعد كده، انا حاجتي متجهزه، فهبدا ان انا اطور من نفسي. ما انا قاعده رايقه، ما انا محضره حاجتي، فاعرف اطور من روحي. انا قاعده بفكر ازاي اطور من نفسي ابقى ست جميله، بفكر ازاي اطور من نفسي يبقى شكلي حلو، بفكر ازاي اطور من نفسي في مصروف البيت. فكل ده من التوفير اللي احنا عملناه. كل الجمال والحلويات دي من توفير بيتنا. يبقى احنا سترنا بيتنا بعد ستر ربنا سبحانه وتعالى. شلنا قرش على جنب، اتعلمنا ليه هنوفر، اتعلمنا يبقى عندنا هدف، عندنا سيستم في الحياة، بنود هنمشي عليها. اتعلمنا ان شوية الشوربة اللي هيتفاضوا دول هينفعوني. اتعلمنا ان التوفير مش شوية كشري وشوية مسقعة. علمنا ولادنا ان لما يبقى الظروف كده لازم نتعامل، ان الدنيا كلها مش بطننا وبس، ان في اولويات اكتر من بطننا، ان موضوع الاكل موضوع سد جوع مش اكتر. التوفير هيعلمك حاجات كتير. هيعلمك ان لما يبقى قدامك هدف وعايزه توصلي له هتقدري توصلي له. المره دي ما قدرتيش، المره اللي بعدها خلاص انت خدتي على التوفير. حتى لو ربنا كرمك ومصروفك زاد وعمل، هتقدري انك تحوشي اكتر واكتر واكتر. فكل واحد عنده هدف هيقدر يوصل له. صدقوني التوفير نعمه. مش شرط ان انا اكون بقولك وفري يبقى انا شايله الوفات لا، انا ممكن اكون قادره ان انا عندي بنود كتيره بقدر اعملها. يعني انا ممكن مثلا بوفر، في واحده تقولك ايه، انا بوفر بس انا مش قادره اشيل 1000 على 1000، بس انا بعمل حاجات تانية، انا بقدر اسد بنود ورايا تانية. يبقى انا بطله، يبقى انا كده ست شاطره، ست يعتمد عليا. القصة مش قصة اني احط الوفات في الدولاب، القصة ان اكون مسنودة، القصة ان يكون ظهري مسنود. ظهري مسنود اني معليش دين، ظهري مسنود اني قادرة اعيش، ظهري مسنود اني ما بخبطش على حد واقول له اديني، ظهري مسنود اني ما بروحش عند اختي محنية وحتى وشي في الارض واقول لها مش قادرة اكمل، بعد اذنك سلفيني. طول ما انت ما بتمديش ايدك فانت ظهرك مسنود، فانت قادرة تعيشي. انت الكيان، انت كيان الحياة، انت العمود الفقري في البيت، انت كل حاجة في البيت. فاقعدي مع نفسك وظبطي وقولي انا بعد ربنا كل حاجة في البيت، فالعبء يبقى عليا فلازم اكون قدها. ربنا يوفقنا ويوفقكم جميعا ويجعلنا في حياة بعض بالنفع. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة بكون قادرة كده ان انا اتكلم معاكم وانتوا بتفهموني. واللي ما اشتركش في القناة يشترك وينورني، وكومنت جميل منكم ودعوة ليا بصلاح الحال. ولكم بالمثل اترككم في رعاية الله وامنه.